اللهم اجعلنا على صلاتنا دائمين ولأركانها مقيمين وفي ذكرها خاشعين ولأوقاتها حافظين. اجعل الصلاة راحة لأبداننا وأمانا لأرواحنا وسكينة لأنفسنا ونجاة في قبورنا يا مجيب الدعاء يا مجيب الرجاء. تقبل منا زكاتنا بالصدق اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد وروتين جديد كده ان شاء الله. الروتين بتاعي النهارده هيكون روتين بسيط ما فيهوش تفاصيل كتير، بس باذن الله يعجبكم وكمان تطلعوا مستفيدين منه ولو بفكره بسيطه. هنحضر مع بعض الغدا وكمان هنعمل تنظيف سريع كده. طبعا قبل ما تبداي الفيديو معايا، لو لسه ما حطيتيش اللايك انزلي حطي لي اللايك من ايديك الجميله، ولو انت اول مره بتشرفي قناتي اتمنى ان قناتي وفيديوهاتي تعجبك وتشتركي معايا وتكبري عيلتي بيكي. ويلا بينا نسمي الله ونبدأ الروتين بتاعنا النهارده. اول حاجه طبعا هنعمل الغدا مع بعض. فاكرين الفيديو اللي عملناه من فتره اللي هو كان كام وصفه كده توفير، عملناها باللحمه المفرومه وبالبطاطس والكلام ده كله. كان من ضمنها وصفه عرق اللحمه ده، اللي كنا عاملينه باللحمه المفرومه والبطاطس المبشوره. الناس اللي ما شافتش الفيديو هسيبه لكم برده في اخر الفيديو ده، تقدروا تروحوا تشوفوه. هتلاقوا فيه وصفات اقتصاديه وكمان حلوه جدا ان شاء الله تعجبكم، من ضمنها عرق اللحمه ده او زي ما بيسموه الكباب التركي او وصفه الدونر التركي. هي اسمها كده، عباره عن لحمه مفرومه كده بتتعمل رول بقى، بتتبليها. رجعوا للطريقه وشوفوا اللي عملناه ازاي. طبعا بتطلعيه كده من الفريزر هو مجمد، بس يفك حاجه بسيطه عشان تعرفي تقطعيه. زي ما شفتوا كده في الاول كنت بحاول اقطعه بالمبشره اللي هي الجهه اللي هي عامله زي السكينه دي اللي بنقطع عليها الشيبسي. بس بصراحه لقيته بيتفرفت معايا ومش حلوه خالص، ما كانتش مساعداني بالمره، فبدات ان انا اقطعه بالسكينه. السكينه كمان ما كانتش حاميه كفايه، فبرضه ما عرف كنتش عارفه اتحكم قوي. بصراحه اللي نفعني قوي اللي هو السكينه الطرنش اللي هي الكبيره دي اللي بنقطع بيها التورته والكيك والكلام ده، فهي اللي انجزت معايا بصراحه. بعد ما قطعناه شرايح زي ما انتم شايفينها كده، لازم يكون مجمد معاكي علشان تعرفي تقطعيه، لان لو مش مجمد قوي هيفك منك كده وهيتقطع، مش هتعرفي تظبطيه خالص. في طاسه كده فيها شويه زيت وبدات ان انا احمره. عارفين بقى هو بقى شرايح رفيعه كده وفي نفس الوقت يعني لحمه مفرومه وضاربينها كويس، فهو ما بياخدش وقت خالص وبيستوي على طول، على فكره كانك بتحمري بطاطس كده او حاجه، او زي شرايح البسطرمه كده بالظبط. فانا بدات ان انا اخليها تتحمر كده وفي نفس الوقت تستوي. كنت مهديه النار يعني على نار متوسطه، ما كانتش عاليه قوي. وفي الطاسه التانية كده حطيت البطاطس علشان انها احمر بقى شويه بطاطس كده مع الاكل عشان كل حاجه تكون جاهزه. بعد ما حمرت بقى اللحمه بتاعتي كلها او شرايح اللحمه اللي كانت معايا، جبت كده بصلايه كبيره مقطعاها برده شرايح. والخطوه دي على فكره اختياري، تقدري اللحمه زي ما هي كده الشرايح بعد ما عملناها تاخديها مثلا كده في عيش فينو، تحتها طماطم، جرجير، خيار، مخلل، الصوص مثلا طحينه، اي صوصات تانية انت حباها، كاتشب، اي حاجه، وتاكليها كده عادي سندوتشات بدون اي حاجه. بس انا حبيت ان انا اعملها معامله الشاورما كده، الشاورما المصري بتاعتنا بقى اللي بيبقى فيها بصل وفلفل وغاموس كده عشان السندوتشات تبقى جوسي كده وحلوه. فحطيت بصل وحطيت فلفل الوان احمر واصفر واخضر، وكل ده شوحته كده في نفس الزيت اللي انا كنت محمره فيه شرايح اللحمه بتاعتي. وهنا شرايح اللحمه بعد ما كانت بردت رحت مقطعاها كده بالمقص. بعد ما كانت شرايح عريضه كده قطعتها شرايح رفيعه عشان بالظبط تكون زي شرايح الشاورما. وهنا كنت خلصت يعني قلي البطاطس. الطريقه سهله ما بتاخدش اي وقت خالص، طعمها تحفه جدا جدا بصراحه يعني، وبامانه بتمنى ان انتوا تجربوها لانها حقيقي حلو. هنا بعد ما كل حاجه اتشوحت كويس مع بعضها، الخضار بقى مع اللحمه بتاعتي مع كله، حبيت ان انا ابهرها بسيط كده. طبعا عرق اللحمه كان متبهر معايا واخد الملح بتاعه وكل حاجه، بس انا بهرت بس البصل والفلفل والحاجه اللي احنا حطيناها. فحطيت رشه فلفل، رشه كمون، رشه ملح بسيطه، وفي الاخر كده طماطميه متقطعه مكعبات صغيره.
حاططها برضو في الاخر، لو مش حابه تضيفيها ما تضيفيهاش. وكده بقى الحشو بتاع السندوتشات جاهز معانا. تقدري تعملي الوصفه زي ما انت شايفاها كده بالظبط، جنب شويه رز مثلا اصفر، رز مبهر، رز بسمتي، وتغمسي بيها هتكون جميله جدا. تحطيها في عيش فينو زي ما قلت لك هتكون حلوه جدا. تاكلي بعيش بلدي. تعمليها جنب شويه مكرونه، اي حاجه هي ما شاء الله شغاله معاكي في كله. انا هنا كنت حابه ان انا اعملها سندوتشات كريب يعني. حتى هنا كمان العجينه اللي انا هعمل فيها دي مش عجينه كريب، او السندوتشات دي مش سندوتشات كريب. ده كان رقاق طري كنت شارياه، فقلت هعمل السندوتشات فيه او هحشي السندوتشات فيه. حلو جدا، كنت جايبه النص كيلو ب15 جنيه، كان كميه حلوه ما شاء الله. باحط بقى بطاطس وشوية كده من شرايح اللحمة بتاعتنا دي على جبن. لو حابة تحطي مثلًا كاتشب، طحينة، مايونيز، أي صوصات في الساندوتش براحتك. أنا عايزة أقول لكم بقى إن الفيديو ده عندي على الموبايل بقى له حوالي أكتر من 3 أسابيع من قبل العيد. مصورة الفيديو ده من قبل العيد بتقريبًا حوالي 3 أو 4 أيام. بس اليوم ده كان حصل لي موقف كده غريب جدًا هاحكيه لكم دلوقتي. فبصراحة من وقتها وأنا متعقدة من من الفيديو، اللي هو مش عايزة أمنتجه ولا عايزة أنزله أصلًا. كل ما أفتكر اللي حصل لي في اليوم ده بابقى كده مش عايزة إن أنا بصراحة أصور، إن أنا أمنتج يعني ولا أنزله. بس طبعًا كل حاجة بتحصل لنا خير إن شاء الله. هتعرفوا الحكاية وتعرفوا إيه اللي حصل لي، وتشوفوا بقى إذا كان عندي حق فعلًا إن أنا أقول لكم إن أنا اتعقدت اليوم ده والّا لأ. هنا دي الساندوتشات طبعًا كنت خدتها بصمتها كده في الساندوتش ميكر أو في الجريل بتاعتي. على طاسة كده على النار، تقدري تعمليها على جريل على أي حاجة، بس عشان خاطر الجبنة تسيح والساندوتش كده يتقفل كويس وخلاص. عايزة أقول لكم كان طعمه فعلًا حلو جدًا، والوصفة اقتصادية جدًا وفي نفس الوقت طعمها حلو. باتمنى إن أنتم تجربوها، وأنا متأكدة إن شاء الله إن هي هتعجبكم. وارجعوا للفيديو بتاع الوصفات دي للناس اللي ما شافتوش، هتلاقوا فيه برضه وصفات حلوة جدًا. هنا بقى هنتغدى وخلاص. وعايزة أقول لكم بقى إن بقية الفيديو ده مش متصور في نفس اليوم، لأن أنا كانت أعصابي تعبانة جدًا، وقعدت كذا يوم مش قادرة أعمل أي حاجة خالص، وفاصلة كده من الدنيا ومن الحياة. فعشان أكون أمينة معاكم اليوم ده ما اتصورش كله في يوم واحد، أو المقطع ده اتصور بعدها بكام يوم. طيب إيه اللي حصل لِك بقى يا ستي؟ اللي حصل لي بصراحة، أنا اليوم ده من اليوم من أوله كان في تصوير، يعني أنا كنت باصور اليوم ده من أوله. تصوير بقى بتاع الغدا اللي أنتم شفتوه ده، وكمان كنت باصور توزيعات العيد اللي إحنا وزعناها في العيد، برضه كنت منزلة لكم فيديو يعني بيها. فاليوم كله كنت مشغلة الكاميرا، والموبايل بتاعي كان مشغول بقى في التصوير وكده. أنا عندي ابني الصغير محمد، يعني ربنا يبارك فيه ويهديه يا رب. يعني الصبيان دول بجد والله تربيتهم فعلًا صعبة، صدق اللي قال كده. عايزين عينك في وسط راسك. فهو الله يهديه، الله يهديه. أنا يعني هو هيدخل حضانة إن شاء الله السنة دي، أول سنة في KG1 وكده. فعلشان هو ما خدش السنة اللي فاتت حضانة تمهيدي ولا حاجة، فباوديه درس تأسيس كده. على ما الحضانة تيجي يعني يكون اتأسس كويس وكده، وعارف الحروف والأرقام والكلام ده كله. فالمدرسة اللي بياخد عندها جارتنا، يعني الفرق بيننا وبينهم بيت واحد بس، بيت واحد بس بيننا وما بينهم. هو متعود ينزل بيروح الدرس. انا وديته اول حصه وتاني حصه، بعد كده قال لي لا انا عارف المكان، بما ان احنا جيران وكده، والبيت جنب البيت زي ما قلت لكم، فرق بيت واحد بس ما بيننا وما بين الميس بتاعته. فقال لي لا انا هروح لوحدي. فنزل عادي زي ما بينزل، انا مش قلقانه عليه خالص. بيقعد ساعتين في الدرس، يعني لو راح الساعه 4 بيجي لي الساعه 6. فانا مطمنه ان ابني تمام، هيقضي الساعتين بتوعه في الدرس وهيجي والدنيا تمام. فالمهم بعد ساعه كده بعد ما راح، يعني كان ماشي الساعه 4، اتفاجئت كده إن الساعة 5 كده أو 5:15. باباه جايبه لي وبيقول لي ابنِك ما راحش الدرس، وابنِك مشى ومش عارف إيه. طب إزاي مشى، راح فين، ما راحش الدرس إزاي؟ هو أساسًا راجع لي، يعني الواد راجع لي مثلًا 5 الساعة 5 كده والّا حاجة. فأنا باقول له: "هو أنت ليه طلعت بدري؟ أنا متعودة إن الدرس ساعتين." تعالوا بقى أقول لكم تفكير ابني اللي عنده 4 سنين عمل فيّا إيه، واللي ربنا نجّاه لي إزاي. وفعلًا ربنا نجّاه لي وبعته لي كده من السما كده، رأفةً بيّا ورحمةً بيّا. طبعًا ربنا عالم بيّا وما ما يعني هاقول لكم إيه، ما وجعش قلبي على ابني فعلًا، لإن كان ابني ممكن يتعمل فيه حاجات كتير، وكان ممكن ما اشوفهوش تاني. طب إيه اللي حصل؟ هو الولد نزل زي ما باقول لكم يروح الدرس جنبنا. هو شغّل دماغه بقى، شغّل دماغه إزاي؟ أنا طبعًا يعني لمّا جيت أقدّم له في حضانة، قدّمت له في حضانة المدرسة اللي اخواته فيها. اللي متابعيني من زمان عارفين إن أنا قُلت لكم قبل كده إن مدرسة ولادي مش في البلد اللي إحنا فيها. إحنا طبعًا عندنا مدرسة وعندنا حضانة في بلدنا وكده وكل حاجة، بس بيروحوا في بلد تانية جنبنا يعني. فأنا قُلت طالما
يعني هيروح حضانة وكده، وما عندناش حضانات خاصة بصراحة عندنا يعني في البلد، كان عندنا وقفلوا، مفيش عندنا غير حضانة مدرسة، فقلت طالما هيروح حضانة حكومية أو حضانة مدرسة بحضانة مدرسة يكون مع ولاده مع اخواته، يبقوا حواليه كده ويطمنونا عليه والكلام ده كله. عايزة اقول لكم بقى ان احنا مثلا بنيجي رايحين اي مشوار بالعربية وكده، فبنعدي على المدرسة اللي هي بقول لكم في بلد جنبنا. فبقى اخواته مثلا يقولوا له هي دي بقى الحضانه بتاعتك وهي دي مدرستنا، انت هتكون معانا بقى وهتيجي معانا المدرسه. فالولد حط في دماغه الحضانه، او ان ده الدرس، او ان ده المكان اللي هو المفروض يروح فيه الدرس. فمشى بقى من عندنا من البلد للبلد اللي هي جنبنا دي، وعداها كمان وعدى بلد بعدها، ويعني كان داخل على البلد الرابعه. كل ده ماشي لوحده في عز الحر، الساعه 4 في عز الحر. عدى بقى على طريق، يعني هو ماشي على الطريق العام يعني، كمان ده طريق سريع عليه عربيات وعليه نقل تقيل وعليه موتوسيكلات وعليه تكاتك وعليه كل حاجه. فانتوا متخيلين ابني مشى قد ايه؟ بابا لما حسبها قال لي تقريبا 2 كيلو او كيلو ونص مشي. فانتوا متخيلين المسافه قد ايه؟ انا بصراحه انا قعدت 3 4 ايام مش مستوعبه اصلا ازاي ابني مثلا قدر يمشي المسافه دي كلها، او ازاي ان ربنا نجاه ورجعهولي وانا قاعده مكاني من غير ما عملت حاجه، من غير ما كنت دريانه باي حاجه. يعني انا بقول لكم لو كان قعد ساعه كمان ما كنتش هستغرب، لانه بيقعد ساعتين في الدرس. فانتوا متخيلين ربنا يعني نجالي ابني ازاي. انا حبيت برضو ان انا احكي لكم موقف زي ده، هو عشان هو كان خلال يومي وانا بصور بالفعل، مش موقف انا مفتعلاه ولا حاجه. واقول لكم قد ايه ربنا رحيم، قد ايه ربنا على قد ما بيدي الابتلاء على قد ما بيبقى معاه الرحمه. ان ابني يرجع لي بالسهوله دي، انا لحد الان انا مش مستوعباه. طب هو رجع ازاي؟ طبعا الولد مشي مسافه كبيره جدا، فالحمد لله ربنا رزقه بواحد ابن حلال يعني. كان عندنا هنا مثلا في البلد تقريبا بيشتري حاجه، انا بصراحه احنا سمعنا اقاويل كتير، يعني الناس اللي جابته لنا البيت كل واحد بكلمه. الطريق عندنا على البلد عليه بياعين وناس واقفه وناس رايحه وجايه، فتقريبا الراجل اللي هو اللي جابه لي ده يعني ربنا ينجيه، وربنا بجد يعني يجعله في ميزان حسناته. كان شايف الولد عندنا مثلا في البلد، لمحه مثلا وهو ماشي او حاجه، هو رايح مشوار بعد كده فعلى نفس الطريق ده، فبيبص لقى الولد مكمل ماشي. فطبعا المنظر لفت نظره، فقال له انت فين رايح فين جاي منين؟ المهم شاف الكراسات بتاعته عليها الاسم وعليها الكلام ده، فجاء عندنا البلد. يعني هو راجل اصلا مش من بلدنا ولا يعرفنا، ولا حتى الناس اللي كانت واقفه على الطريق ما كانوش يعرفوا الولد، يعني عرفوه كمان من الاسم، من الاسم بتاعه اللي موجود على الكراسه. فانا مش عارفه سبحان الله يعني، كان ممكن يحصل له حاجات كتير جدا هو ماشي على الطريق. كان ممكن اي عربيه اي موتوسيكل يخبطه، اي توك توك ممكن كان حد خطفه خطف التوك توك محدش علم بيه ولا عارف عنه. كان ممكن لا قدر الله واحد ابن حرام ياخده يعمل فيه اي حاجه وحشه. فكان وارد يحصل حاجات كتير جدا، فان ربنا يوقف لابني راجل زي ده ابن حلال ويجيبهولي لحد البيت من غير ما يعرف حتى هو ابن مين ولا جاي منين ولا رايح فين ولا ازاي ابني عمل كده. الحمد لله. طبعا انا سمعت بقى حاجات كتير بقى في اليوم ده، اللي بيقول لي احمد ربنا ان ربنا بعتهولك، اللي بيقول لي انت مهمله واهملتي، اللي بيقول لي مش عارفه ايه، اللي بيتريق، اللي واخد الموضوع هزار وتريقه وشماته. سمعت حاجات كتير جدا جدا اليوم ده، لدرجه ان انا وصلت انا وابني لمرحله ان احنا مش عايزين حد يكلمنا خالص. حتى ابني كمان بقى ما حد يكلمه، قال لهم خلاص انا زهقت ما عدتش عايز الكلام ده، ما عادش حد يكلمني في الكلام ده. طبعا انا قعدت معاه وفهمته انا وباباه، شويه خوفناه وشويه فهمناه بالعقل، والحمد لله ان هو فهم. حبيت اقول لكم برضو على موقف زي ده، عشان انا فعلا لو كنت اهملت، فانا خلاص اتعلمت من خطئي. ان انا يعني هو قال لي انا هروح لوحدي ومحدش يجي معايا، لا انا مش هسمع كلامه فعلا من يومها. واي حد في اخواته او باباه بينزل معايا يوديه الدرس وكده، وبيستناه لما بيرجع. انا عايزه اقول لكم ان الميس بتاعته اتواصلت يومها معايا ومع باباه على التليفون، بس بابا في الوقت ده كان بيصلي العصر. يعني قالت له ان محمد وكده ما جاش الدرس، كان بابا بيصلي العصر فما شافش الرساله. وانا زي ما قلت لكم اليوم كله كان عباره عن تصوير، فلما بصور ما بيسمعش انا صوت الرساله ولا حاجه. فاليوم كله كان مده كبيره قعدت اصور وكده، فما شفتش كمان الرساله بتاعه المس. فحتى احنا حتى لو كنا شفناها ومثلا جينا ندور عليه، انا لا يمكن كنت اتخيل ان هو مثلا مشى المشوار ده او فكر التفكير ده. كنت ادور عليه مثلا عند اهلي، عند واحده من اخواتي كده، بس يعني ما كنتش افكر ان انا ادور عليه في مكان تاني. فالحمد لله ان هو ربنا نجاهولي. بحمد ربنا. أنا لما قعدت مع نفسي كده، طبعا اي ابتلاء في الدنيا او اي حاجه بتحصل لك كده بيبقى في لحظه كده بتقعدي فيها مع نفسك وبتقعدي تعاتبي بنفسك. طب
يعني ده حصل ازاي، طب ليه، طب بتاع. انا كده لما قعدت مع نفسي قلت يعني انا ليه ربنا نجالي ابني بالبساطه دي؟ يعني ليه ربنا بعتهولي كده مثلا من غير اي حاجه، وانا قاعده مكاني من غير اي سعي مني ولا اي حاجه. بالامانه والله العظيم انا مش هكدب عليكم، انا طبعا مش احسن واحده في الدنيا، بالعكس انا يمكن اكون اوحش واحده في الدنيا. انا كل ذنوب وكل خطايا وكل حاجات وحشه، بس ممكن اكون بعمل حاجه حلوه في حياتي اللي هي عباده جبر الخواطر. عارفين انتوا عبادة جبر الخواطر، انك تجبري خاطر حد. انا دي الحاجة الوحيدة اللي انا مش هقول لكم الوحيدة او اكتر حاجة انا بعرف اعملها، ان انا بعرف اجبر خاطر اللي قدامي كويس جدا. عمري ما اعرف ازعل اي حد، عمري ما اعرف حد يلجأ لي في حاجة و... وان انا اخذله. حتى والله العظيم ممكن اجي على نفسي في عز تعبي واجي على نفسي في كل حاجه علشان خاطر ما اقدرش اكسف اللي قدامي. اي حد يطلب مني طلب سواء مادي معنوي اي حاجه، ما بعرفش ارفض طلب لحد. حتى يعني اللي هو عارفين اللي بيقول لك اعمل الخير كده وارمي البحر، اللي هو بعمل حتى ممكن اخدم اللي هو الناس اللي هي ما تستاهلش. يعني ممكن اعمل كده. عايزه اقول لكم يعني اعملوا الخير وما تندموش عليه، والله العظيم هيقعد لكم دعوه حلوه. على قد ما تقدري برضو تصدقي. انا ممكن مثلا اكون بعمل بطلع صدقه او حاجه بس مش كتير، يعني على حسب الظروف الماديه وكده. من وقت للتاني تطلعي صدقه كده. الصدقه عايزه اقول لكم يعني من الحاجات الحلوه جدا اللي بتطهر المال وبتطهر النفس وبتطهر البدن، ومن الحاجات اللي فعلا مردودها بيكون سريع. يعني لما بتتصدقي على حد المردود بتاعها بيكون سريع وبتشوفيه قدامك. ف اللي هو مهما تعملي خير مع حد مثلًا وما يتمرش فيه أو مثلًا يقلب عليكِ أو ما تزعليش والله، ما تزعليش لإنه متحوّش لِك ومتعال لِك عند ربنا، وما فيش حاجة بتضيع عند ربنا زي ما إحنا قُلنا. كمان عايزة أقول مثلًا لو جه عليكِ لحظة كده وحسيتِ مثلًا إن أنتِ مظلومة أو إن حد ظالمِك أو إن الدنيا جاية عليكِ أوي، أو حد بيفتري عليكِ بالكلام، حد بيفتري عليكِ بالكذب، حد بيقول عليكِ اللي مش فيكِ، حد بيقول عليكِ مثلًا حاجة أنتِ ما عملتيهاش وبيكذب بيمشي كده في الدنيا كلها وفي البلد كلها يقول عليكِ كلام بالكذب والكلام ده كله افترا وشايفة نفسِك مظلومة ومضغوطة وكل ده، ما تزعليش أبدًا، أبدًا، أبدًا. حقِك هييجي لِك. كل ما تحسي إن أنتِ الناس جاية عليكِ والدنيا جاية عليكِ ومظلومة، مش هاقول لِك غير حاجة بس، حاجة واحدة بس اللي تقوليها حسبي الله ونعم الوكيل. دي كفيلة إن هي تغسل قلبِك كده من جواكِ، كفيلة إنها تريّح قلبِك، حتى لو يعني اللي هو الظلم ده لو ما اترفعش عنِّك في وقتها، هيترفع عنِّك ولو بعد حين. ربنا لمّا بتقولي حسبي الله ونعم الوكيل، بيرد عليكِ من فوق 7 سماوات ويقول لِك وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فما تستعجليش رفع الظلم طول ما ربنا معاكِ، اوعي تلجئي لحد من البشر، اوعي تلجئي للعباد وأنتِ عندِك رب العباد. الجئي لرب العباد، قولي حسبي الله ونعم الوكيل، هتلاقي ربنا بيبعت لِك اللي يطبطب على قلبِك، هتلاقي ربنا باعت لِك شخص يعني ما كانش في الحسبان كده، يقول لِك حاجة، يقول لِك كلمة، يقول لِك أي حاجة تحسي فيها بطبطبة كده على قلبِك، تحسي إن ربنا بيراضيكِ في أقل موقف. موقف زي اللي حصل معايا ده، حسيت إن ربنا بيحبني أوي، أوي، وإن ربنا رضاني أوي، أوي. نجّاه لي ابني ورجّعه لي وما شُفتش فيه شر، ورجّعه لي بمنتهى البساطة، رجّعه لي حتى من غير ما أحس إن هو مشى ولا حصل له الكلام ده كله. فدي حاجة حلوة أوي إن أنتِ دايمًا تعلّقي نفسِك بربنا، اوعي تعلّقي نفسِك بحد، اوعي تعلّقي نفسِك ببشر، اوعي تتعشمي في بشر. البشر ما لهمش أمان. ممكن اللي تقول لِك ده أنتِ أختي، ده أنتِ حبيبتي، ده أنا أديكِ عينيا، وأول ما تعوزي منها حاجة حقيقي تبُصّي تلاقيها عملت لِك بلوك. أنتِ متخيلة إن حد كان مثلًا بتسهري معاه طول الليل على التليفون طول الليل بتكلميه ومش عارفة إيه، أول ما تحتاجيه وتكوني عاوزاه في مساعدة حقيقية، يوم حتى ما يقولكيش مثلًا أنا آسف مش هاقدر أساعدِك، لأ يبلّغِك على طول، اللي هو حتى مش هيقول لِك مثلًا معلش أنا ما أقدرش أساعدِك، لأ بلوك على طول. فبجد ما تتعشموش في أي حد إلا في وجه الله، ما تلجأوش لأي حد إلا لله، ما تشتكوش لأي حد إلا لله. خلّي دايمًا علاقتِك بربنا قوية، قوّيها بالصلاة، بالصدقة، بجبر الخاطر، بالكلمة الحلوة، بأي حاجة، أي عبادة مهمًا كانت بسيطة هتقرّبِك لربنا اعمليها وتوكّلي على الله. طبعًا أنا اتكلمت كتير في الفيديو زي ما شُفتوا كده، غسلت بقى كل حاجة موجودة معايا على الرخامة والحيطان والرخامة وكل حاجة زي ما شُفتوا، كان كل حاجة واضحة في الفيديو، بس الكلام خدنا طبعًا.
غسلت برطمانات التوابل وكل حاجه كانت موجوده معايا على الرخامه، وسبتها هنا بقى تتصفى. وده الفيديو بتاعي تنظيف على السريع كده مع تحضير الغدا. بتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تحطوا لي لايك، ومع السلامه.